أول شرط الإسلام، لازم يكون الإمام مسلم، لا تصح صلاته أصلا، فلا تصح صلاة من وراءه. الإسلام حتى تصح صلاته هو بنفسه لازم يكون مسلم، فإذا صلاته باطلة من وراءه ستكون صلاته باطلة كذلك. لذلك العلماء قالوا أول شرط من شروط الإمام أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. هذا شرط لا خلاف بين العلماء فيه، فلا تصح صلاة من كان غير مسلما. فمن صلى وراء كافر بطلت صلاته، سواء كنا جاهلين بكفره أم عالمين. صلينا ومن بعد تبين لهذا اللي رانا صلينا وراه كافر، فالصلاة باطلة علينا فهي باطلة عليه وعلينا. إذن الصلاة وراء الكافر لا فرق في بطلانها على الإمام وعلى من وراءه. وعند المالكية حتى لو كان المأموم جاهلا لا يعلم بهذا الإمام راه كافر. وطبعا إذا عرفنا هذا يجب على القاضي والحاكم أن يؤدبه ويسجنه وينكل به. كيف تصلي بالناس وأنت كافر؟ هذا عبث بشعير عظيمة من شعائر المسلم الذي يعرف ويقبض عليه، ينبغي تأديبه والتنكيل به وسجنه، ويؤدبه القاضي حتى لا يعود لمثل هذا. ربما تقول كيف يصلي بنا كافر؟ معقولة هذه معقولة. وصارت عندنا هنا في الجزائر، صارت عندنا في الجزائر صلى إمام بالجزائريين 40 سنة ويهودي في توات جوي أضرار، في توات جوي أضرار صلى بهم هو يهودي. وكشف نفسه لما جاء قانون فرنسا بتجنيس يهود الجزائر بالجزائر الفرنسية، ما يسمى بقانون كريمي لا كريميو في 24 أكتوبر 1870. هذو اليهود تعرفوا في اليهود طريقتهم لما يدخلوا البلاد ينقسموا إلى فريقين. فريق يبقى على تقوقعه ويهوديته ويظهرون هذا في لباسهم في أماكنهم تسمى يهود، والفريق الثاني يندس وسط الشعب الذي يساكنه، يندسوا ويذوبوا في المجتمع ويتسللون، بل بعضهم يظهر ديانة ذلك المجتمع اللي راهم فيه. فإذا في مجتمع مسيحي يقولوا مسيحيين، وإذا في مجتمع مسلم يقولوا مسلمين. ولذلك تلقاهم حتى في الهند كانت طائفة يهودية وشدت من تم، بل حتى في الصين شدهم للصين. سبحان الله. المهم كاين فريقان، فريق يبقى محافظ على طقوسه يبان اليهود، وفريق آخر يتسلل يندس وما تعرفوش. وبعضهم معروف يقول لكننا دخلنا في الإسلام وصولنا، لكننا هدانا الله للإسلام الحمد لله في الإسلام. بعضهم قد يكون أسلم حقا وصدقا، وبعضهم أظهر هذا لأغراض، وينكشف ذلك حينما يستقوون وترتفع عنهم الذلة فيكشفون ذلك. فمرة واحد كما ذكرت لكم في بعد دخول فرنسا للجزائر يهودي في توات بعد قانون هذا كريمي هذا ولا كرومي هذا اسمه أدولف، لكن اسمه الحقيقي إسحاق، لكن مشهور في فرنسا بأدولف. وهذا كان مع نابليون وكان مع الثورة الفرنسية، وكان رئيس المنظمة العالمية اليهودية، وهو من أكبر الشخصيات الماسونية في فرنسا. يعني عنده وزنه كبير هذا، كل ما يجي ذكرى وفاته يديروا له احتفال. ومن أكبر إنجازات هذا الإنجاز اللي داروا في قانون تجنيس اليهود في الجزائر،
وكان نائب عن الجزائر في البرلمان الفرنسي، مات 1880. فهذا دار قانون وتسمى باسمه في أكتوبر 24 أكتوبر 1870 باللي كل يهودي يتجنس جنسية فرنسية. فالجنسوا بالجنسية الفرنسية ولاو مواطنين فرنسيين رسميين وأوروبيين، يعني أخذوا امتياز الفرنسي. والامتيازات كثيرة، منها التسلح، يتسلحوا. احنا الجزائري في وقت فرنسا من عليه السلاح، الانديجان احنا كما نقولوا المواطنين الأصليين. لكن اليهودي باعتبار أنه فرنسي من حقه السلاح، وكانوا مسلحين. وناصرت فتنة في قسنطينة 1936 في وقت شيخ بن باديس رحمه الله، كسرت في الرحبانة لأنه بالسلاح تيراو عليهم. وشيخ بن باديس طلب من المحافظ الفرنسي نحيوا لهم السلاح. احنا العرب والمسلمين نحينا السلاح واليهود عطينهم السلاح. قال له ما نقدروش، هذو مواطنين فرنسيين، ما نقدرش نحي لهم السلاح. فمن الامتيازات أنهم استقووا. فهذا الإمام بعد ما استقوى خلاص ما يخافش، قال لهم أعيدوا صلاتكم. بعد ما صلى قال أعيدوا صلاتكم فقد صليت بكم 40 سنة بلا وضوء وإني يهودي. ويقول خليلكم في مختصره، وحافظ الخبيث حافظ خليل، وقال خليلكم في مختصره وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. تسلم من خليل كان في الصلوات 40 سنة هذه كاملة عودة. فالواحد يقول شرط المسلم، تقول معقول يصلي بنا؟ ممكن يصلي بك من ليس مسلم لك ما تعرفوش.